السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، اتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، اليوم تم الضرب وبقوه مجله البلاط المروكي اللي تعدت على حدود الجزائر، وتم اخراجها وتوقيفها عن العمل في الواقع بعدما استفزت الجزائريين بخريطه وهميه على المواقع. لكن في البدايه حبيتكم كامل توجهوا تحيه لرجال الجزائر اللي راهم يخدموا في الخفاء ويبينوا لأعداء الوطن كيف أن الجزائر يرد وبقوة وتظهر النتائج تاعه في الواقع. وثاني كامل لايك للفيديو، خلي كامل الناس تشوف أنه جميع الشعوب العالم تتنفس الأكسجين، إلا الجزائريين فقط يتنفسوا الوطنية وحب الجزائر. وكما هذا الهاكر الجزائري اللي اليوم قرصن مجلة ماروك إبدو وأخرج موقعها عن الخدمة بضغطة زر واحدة، وخلاهم يتباكوا في المواقع ويقولوا أن هاكر جزائريين دمروا موقع المجلة تاعنا على الانترنت. كما راكم تشوفوا الهاكر الجزائري طلع خريطة الجزائر العظيمة وزاد فات للمروك وطهم بعلم الجزائر، علم الشهداء، وقال لهم الجزائر خط أحمر، وقال لهم ثاني غادي نولي كوشمار تاعكم. مجلة ماروك إبدو راحت تنشر تتباكى على مواقع التواصل وتنشر بالأحمر وتقول تم السيطرة واختراق الموقع تاعهم. يا قلنا لكم احنا الجزائريين ما كاش اللعبة معانا، تتخطى حدودكم في المواقع فقط يتم الرد عليكم بقسوة وقوة في الواقع. الصراحة عجبني الرد تاع الشاب الجزائري الهاكر الجزائري على هذه المجلة اللي جاتها أوامر باش تتعدى على حدود الجزائر بهذيك الخريطة الحمراء المشؤومة، وحتى على بالهم باللي مستحيل أنهم يقدروا يوصلوا لهذاك الشيء، لكنهم داروها باش يلهوا الرأي العام المروكي على الضغط والاحتجاجات وغلاء الأسعار، لكنها ما راحش تفوت على الجزائريين لأنها حاجة تضحكهم بزاف خصوصا في أوقات الفراغ، وتخلي قراصنة الهاكر الجزائريين تاعنا يلهون بهذه المجلة ويلعبون بها مثل ما لعب بها هذا الهاكر اليوم. الله يعطيه الصحة. وفي الأخير تحية للجزائر. تحية الجزائر.